خلنا شويه نوصل رساله من خلالك. انت رايح الكربلاء؟ اي والله. الزياره ما مقبوله. والله بعد انت هذا دعائك. اي الله يحفظك. زياره ما مقبوله. دعائك هذه. ابو من؟ بعد واحنا نتقبل. ابو من؟ ابو فاطمه. ابو فاطمه. ابو فاطمه الراقي احنا من خلاله طبعا واضح سيماهم على وجوههم واضح. الله يسلمك. اي وابو علي بالمناسبه وابو غسان. ابو غسان انا رغم ما مازحته هو اكبر مني ويتقبل مني. وابو علي المؤدب واضح ايضا يعني صورته ووجهه، وهذا المحترم ايضا واضح. لكن انا من خلالهم اخواني راسلني البارحه بالضبط راسلني واحد قال لي اريد اتبرع، عندي مبلغ معين. قلت له وين بيتك؟ راسلته قلت جاوبته وين بيتك؟ قال لي ببغداد. قلت له عندك قرايبك موجودين يمك محتاجين؟ كل قرايبك اغنياء ما بيهم محتاجين؟ قال لي لا بيهم محتاجين. قلت له اخي الكريم لو تعطي مليار للفقراء انت مو بس ما يوصل، انت مأثوم. مليارك رايح وانت مأثوم. رسول الله صلى الله عليه واله يقول لا صدق وذي رحم محتاج. اخواني من خلال هذا الراقي المؤمن الحسيني حقيقه اخواني، يمكن انا غير واحد اذا سمج ومو محترم ما اقول له ما مقبول الزياره، ولكن واقع انه رجل مؤمن متدين حتى من خلاله نوصل للناس. اخواني لو تروح ليليه للحسين، لو تتعلق باستار الكعبه، لو تصلي بجوف الكعبه، اذا قاطع رحمك واخلاقك مو زينه ومؤذي جارك وعاق والديك، كل قيمه ما إلى هذا تسوي، كل قيمه ترى ما إلى. رجاء انا عندي موكبك ما يسوى له فصمه. انا رايح للعمره ما تسوى لها، ما إلها قيمه، ما إلها. رسول الله صلى الله عليه واله يقول انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق، الانسان يعيش باخلاقه. اخواني هذه العباده الحقيقيه التعامل مع الناس.